تعرف ان النهارده اليوم العالمي للسوشيال ميديا؟ بس خليني اسالك سؤال، لو مسافر وهتعمل محتوى لمده اسبوع، ايه الادوات اللي مستحيل تستغنى عنها؟ وده زي الانستا 360 اللي هتجيب لك كل الزوايا، او الدي جي اي اوسمو بوكيت 3 اللي هيطلع لك محتوى احترافي، او الجيمبلز عشان تعرف تصور بشكل احترافي وثابت بدون اي اهتزاز وانت ماشي، الباور بانك وده اهم تول لازم تكون معاك، وده عشان ما توقفش في نص شغلك. عايز بقى سماعه وايرلس تساعدك في المونتاج وكمان تطلع لك الصوت باعلى جوده، عندنا لوجيتك او حتى JBL وسوني. جينا بقى للمونتاج، افضل مونتاج هتاخده لو اشتغلتوا على لابتوب. طب لو مفيش لابتوب يبقى التابلت. معانا تابلت من هواوي ميت باد اس اي او انفينكس جي تي. عايز بقى تحفظ شغلك وملفاتك المهمه من غير ما تفضل تمسح في صور وفيديوهات؟ عندك دول الميموري كارد او الشريحه دي من الاس اس دي اللي سرعتها بتوصل ل 3 جيجا في الثانيه. ندخل بقى على التول اللي لا غنى عنها وبقى معظمنا بيستخدمها دلوقتي، وهي السمارت ووتش اللي تقدر من خلالها تشوف النوتيفيكيشنز بتاعتك وكمان تصور منها وتتكلم في التليفون. وعندنا منها زي الانفينكس او النوثينج واتش برو 2 او الهواوي واتش فيت 5 برو او الكوسبت تانك تي 4 او الاوف. عندنا كمان التول اللي قايم عليها المحتوى كله، مايك من بويا او حتى هولي لاند. سواء كنت بزنس اونر، كونتنت كريتور، او حتى بلوجر وبتحب توثق يومك كله على السوشيال ميديا، فالادوات دي كلها لا غنى عنها. قول لنا بقى تحت في التعليقات ايه اكتر جهاز فيهم بتستخدمه عشان تطلع محتوى. وزي كل مره وكالعاده، مور شوبينج مور ذان شوبينج، واحفظ بقى